اليوم سلسلة تحدياتنا مختلفة لأنها ما رح تكون مع شخص عادي، رح يعيش تحديات ممتعة وخطيرة بنفس الوقت، ورح تنصدموا بالشي اللي رح يصير ضمن الحلقة. وهالتحديات رح تكون مع كائن كل الحيوانات بتخاف منه، يوم كامل مع ملك الغابة. هيك هلا انتزع مراوة يعني تصير ردة فعله غير، ممكن يعمل؟ يعني ممكن يقطع الجنزير 3 ثواني. عم تمزح؟ اي والله. نحن وصلنا لعند الأسد. امسكوا أمانة. بس انا لعبت معه وشقني وفساني. فلت الجنزير، فلت الجنزير. مرحبا، اليوم أنا فايت لعند الفريق ناوي أجلطه وشوفوا شو رح يصير. مرحبا يا شباب، يعطيكم العافية، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم احذروا مع مين أو شو بدنا نصوروا مع مين؟ احذروا. اليوم بدنا نصور مع أسد. شو؟ أسد شو؟ مين؟ شبكم خايفين كلياتكم؟ روح. لا هي ما بتخوف، مثل القطة، الأسد مثل القطة. أنا استقلت. روح شو أسد؟ خليكم قوايا زلم. لك إذا أنا مالي خايف شباب، الأسد ما بيخاف من الأسد يا شباب. هلا روح شوي، أو قلبكم، مو بس أنتم حتى المشاهدين، قوي لي قلبك واعمل لي سبسكرايب ولايك. كل مرة بده يطلع لنا فكرة شغال. لك الأسد ما بيخاف من الأسد. اطلع الأسد. يعني هذا خالص ولا حبه يعني. يا شباب انا ما راح اقول لكم شغله واحده، حاقنعكم بجمله واحده بس. شلون؟ الاسد ما بيخاف من الاسد. والله لا تقول طلعت انت بس ايه بس سؤال، منين بدنا نجيب اسد؟ هلا هي بصراحه ما بعرف. علينا اسد شو عمل لكم؟ بتلاقيه ديناصور، شو عمل لكم؟ دي ديناصور. اسد وين بتمشي بالشارع بتلاقي اسد. يا شباب انا قدرت اقنع الاسد، قدرت اقنع الزلمه اللي بده يجيب لنا الاسد، يعني قصدي قدرت اني انا اجيب الاسد، عرفتوا كيف؟ فلو سمحتوا شرفوا معي. لك قدرت ادبر الاسد. الله يسر. طبعا هلا رح اخبركم من وين جبت الاسد، ورح اعطيكم كمان شويه معلومات عن الاسد. اخي عبد الله سؤال، هلا اذا هجم عليك الاسد ولحتى ياكلك شو بتعمل؟ برقص تانجو. برقص تانجو. طيب اخي عبد الله سؤال، إذا أنت لحقك الأسد وضليت تركض من قرنة لقرنة وضل يلحق، بتستسلم له وبتموت ولا شو بتساوي؟ برقص تانجو. برقص تانجو. طيب إذا كان في غرفة فيها أسد وغرفة فيها كيماوي وغرفة فيها ديناصور، شو بتسوينه في غرفة بتفوت؟ معلم والله ما بعرف يعني. طبعا احذروا شو، رح أعطيكم معلومة انه الاسد نسبة الصيد تبعه اقل، اللبوة بتصيد بنسبة 90%، فادعوا لنا يطلع لنا اسد مو لبوة، لانه اذا طلعت لبوة يا سلام اتاكلنا. ما خرج يطلع لنا لبوات والله ما مو حياكلنا لحم ويرمينا عظم، ما يخلي عظمه اصلا. طبعا وهلا وصلنا، ما اجيت لحالي، جبت معي رفيق لاني خايف كثير. ليك انت حاسك شجاع اكثر مني. هلا بدنا نفرم الاسود صح؟ تعالوا نفرم والله ليفرمنا، مو حياخذنا لحم ويرمينا عظم، ما حيخلي عظمه. نحن وصلنا لعند الاسد، تفضلوا. نحن هلا على طريق المطار. مرحبا. كيف تسلم عليك؟ امسكوا امانه. شو الاخبار؟ بسم الله. كيفك سرما؟ تتذكرتني؟ عم بمزح معه. اوكي هلا نحن فايتين لجوا، بدنا نفوتوا لجوا. هو شوفوا سرما تستقبلنا من برا على الشارع، خلينا اياك. اوكي وصلنا، نحن حاليا عم بمشي مع الاسد. بدكم للامانه خايف، كان حمان الشباب يرفضوا انه شو مجنون انت تجيب اسد. عارف ليش هيك مفكروا اليف انا؟ بس نحن جايين لعند زلمه، هذا الزلمه بيروض حيوانات، يعني اذا شو ما جبت له انت شغله هيك بتخوف بيروضها هو، بتصير هيك اليفه شوي. بس ما بعرف اذا راح يحبني. وجه رساله لماما ولعائلتي كلها يعني ولاخواتي، اذا صار لي شيء. قناتي اليوتيوب لامي، تمام؟ هي قناتي اليوتيوب. الانستغرام لاخي، انا الانستغرام تبعي رح يكون لاخي، وسناب شات لاخي الصغير، والفيسبوك لابي، تمام؟ تقسموها، شوفوا انتم كيف رح تقسموا هي الورثه تبعي، يعني ماديات ما في الحمد لله. هلا انا بدي العب تحدي مع الاسد، مو مع بني ادم، مع اسد.
التحدي رح يكون هو اني انا لا روح هدي علينا، بس خليني اشرح لهم بعد اذنك سرماد بس شوي. التحدي رح يكون تحدي النظر، تمام؟ مين بيكسر نظره؟ طبعا اكيد رح اكسر نظري من اول ثانيه. تحدي النظر، خلينا نبلش. بسم الله. وين انا لازم اوقف؟ هون؟ لا دقيقه فز هدي علينا سرماد بعد اذنك. نلعب لعبه النظر. تفضل. شو بدك امين؟ بدك اكسر نظري بكسر نظري. اللي بيربح له نص كيلو جوج. يلا. ما عم يطلع شو العيون اللي عليه؟ العيون ما شاء الله. ما عم يرضى يلعب، شكله ما حب اللعبة، بس حنجرب. مو معبرنا الأسد، أخي أسد، أسد ملك الغابة، أسد. بس خليك ماسكه، خليك ماسكه. لا مالك ماسكه أنت. خلص عندي. نطة واحدة الله وكيلك بياكلني. ما بلا أنا، معلم عظم أنا. يلا يلا طلع فيني تطلع. طلع بالمرة. سرماد وفشلت اول لعبه، ما زبطت معنا لانه الاسد مو راضي يلعب لعبه النظر. موضوع اخي ما يرضى يطلع، اجبره اضربه، يعني اضربه اكيد ما حاضربه بياكلني، بس ما يرضى يلعب. مزاجي يا اخي اليوم مزاجي مشوب، مو جاباله يلعب، فبنلغي لعبه النظر لانه ما مشي حالي. اللعبه اللي بعدها، ولانه ما رضي يلعب معنا الاسد لعبه تحدي النظر، فانا هلا بدي العب معه اللعبه الثانيه اللي بدي استفزه للاسد. فكتبت على اليوتيوب اصوات لسوده مفترسه مع مفترسه، بركي بينزعج بيتضايق، بدي استفزه ان شاء الله يستفز. والله شكله لا مبالي، قارئ كتاب اللا مبالي شكله. يلا داير يلعن شكلك. متت اخ ما تجيب اولاد. اوكي ولا اي ردة فعل الاسد. طب ليك خليه يحبني شوي هيك، قرب عليه مثلك بس شوي. فيني اقرب لجنبك بس؟ دقيقة. تعال اطلع تفضل. شوف اي قوي الباب. نرجع نعيد تحدي النظر. اي برافو قوي الباب. خسرت من رفعة حاجب هيك خسرت. اي لا انا قربت كثير. اذا نزلت عانقته؟ اذا عانقته هذا التحدي صفى بيني وبينك مو بين الاسد. شو بدك؟ احلى غدوة. هون للكل. هو يعانقوا بالاول. انت عانقوا. ليش شو يعمل؟ عانقوا حبيبي إذا عانقوا. خسر نفس الشيء. شو؟ اذا خسر هو نفس الشيء. ايه شو؟ اذا خسر موافق. موافق. ما سمعناه. للكل؟ ايه للكل. يلا روح. هي بلشت هلا هيك. صور هي اللحظة اللي بده يتاكل فيها، عرفت؟ فعادي فيك تعمل اللي بدك اياه. احمد حبيبي معك 3 دقائق. صلي على النبي، شو كل يوم ب10 اسود يا زلمه؟ 5 دقائق. ماشي. 1 2 3. بعد عني. انا بعدت. ايه رجع خلاص اخي الغداء عندي لك شو هلا عانق لي اياه عانقه. صار معرق دقيقة، تحدينا على 5 دقائق. معك 4 دقائق احمد. بس انا لعبت معه وشقني وخزاني مو مثلك يا قطه. اخي انا شو اسمه، انا مين انا؟ انسحاب؟ انسحبت؟ متوتر عن جد. انسحبت قدام الكاميرا، انسحبت. انسحبت رح ياكل الكاميرا مان. هيك هلا انتزع مراوه، يعني تصير ردة فعله غير. انتزع مراوه؟ يعني شو ممكن يعمل؟ يعني ممكن يقطع الجنزير 3 ثواني. عم تمزح؟ اي والله. ايه اذا قطع شو بصير؟ لا ما في داعي يفوت على ناشونال جيوغرافيك، بتعرف شو بصير. بتعرف شو بصير. انا ضمنان ومسيطر عليه كثير. ايه يعني ما في مجال يعضه او يأذي حدا، ما في مجال. ليك شو عمل الفكرة له؟ مشان هو ما ينقص يصير عنده خوف منه. يعني تبع النظر ما فيك تجبره لعبة النظر. طب انا بدي اتحداك تحدي من شو؟ فريق التصوير. تفضل. اذا بتقرب من اسد وتلحمس على وشه عادي فريق في الميديا ايه بده اخذك. يتبرع لي فريق بايد. الميديا اخذك اخي رحله على طرطوس. طرطوس. زين شو؟ بالله خليني لحمس على هيك على مثل طول الحصان. بالك اعطيني 5 دقايق بس عم يجيب لي اكلات طيبه له. اكلات هلا طيبة. تصير طعمية ايه خلص اصلي. يلا هنطعميه انت للاسد. بتاكل جبنه؟ انت مرة قلت لي بتاكل بزمانات. جبنه دهن؟ ايه اه هلا نعمل تحدي. بياكل طب عليك جبنة؟ ايه بياكل جبنة؟ عم تمزح. والله جبنة يزبط كل مره هيك بعدته يجي. يلا هلا بدي دق لاهلي فرجيهم الاسد. كيفك امي؟ وينها جوليا؟ اختي الصغيرة جوليا. انا عم صور هلا حلقة يوتيوب لانه جوليا تفرجي يلعن عرضه ولي.
شو كنت رح اتاكل انا وعلى الخط. شو ليها شفتي الاسد؟ والله بنكش اسنانه فيني. اي والله اي والله. قطع النت. طبعا نحن بسوريا لهيك قطع النت، الشبكه ضعيفه. هلا بدنا نلعب انا والاسد لعبه تحدي الاكل، بس بشو؟ بالجبنه. بياكل، طلع بياكل جبنه. يلا يلا 1 2 3. لا تغش. ما عم بلحق غش عليه. خلصنا نصها يا زلمه. كثير ثقيله. انا لعت نفسي ما قدرت اكملها. والله بتلعين نفس كيف هيك بياكلها؟ ربعة عادي الطعميه تبعي. بعد ما قدرت، طلعت نفسي من اول تنتين. فيني طعميه بايدي هاي؟ قرب. يلا بسم الله. يلا تعال جايب لك علبه ثانيه. ايه لا هادي هيك بسم الله. يلا هي علبه ثانيه. وهي ايوه اخيرا عملنا له نصلحه. صار عم ياكل من بين ايدي. لا يعض ايدي بالغلط. لا ليك العلبه. قوي إيه. قلبه. خلاص شو للشبع. هي هيك تسلاي. لا هلا صار لازم بعد عنه خلص. اكل لانه انا مو طعميته، بس هذا الشيء ما بيعني انه هو هلا صرت صاحبي إنه يعني صرت لا صاحبه. كثير تاخذ ايه شيء. صح. يعني ما واحدة فيني واحدة. لحمس عليه. لا. شو تخيل اسد تشتريه بعلبه جبنه. مو ظابطه مو ظابطه، مو حلوه بحق الغابه كلها. اي والله اي والله اي والله. فلت الجنزير. فلت وصورني. ادخل. لا ما بفوت، بتاكل جوا بتاكل. ليك هذا مو خايف منه للاسد. صباح الخير حبيبي. بحبك صار ما تذكرني يبا. ايه الله يرضى عليك. رأيي بالموضوع انه نحن انا حاولت اني العب معه لعبة تحدي النظر. مزاجي ما بده يلعب. اغصبه. اسد انتم بترضوه انتم اني انا اغصبه يلعب معي؟ ما فيني اغصبه. حاولت كثير. حاولنا ولا ما حاولنا سرماد؟ حاولنا. طعميناه جبنه خسرت. ما في. انا لقمتين بالمعلقه جبنه لقيت نفسي هو ما شاء الله اكل علبتين، ما اكل علبه واحده. وهلا قاعد ليك وعم ينكش اسنانه بعلبه الجبنه اللي اكلها. وشو كمان، وحاولت هيك العب معه اتسلى معه ما طاقني. ما طاق. فشلت. حسيتها فشلت الحلقه انه ما طاقني. الاسد حب الكل بس انا ما حبني. ما طاقني. طبعا اللي ما بيعرف معلومات عن الاسد بينسمع الزئير تبعه من بعد 8 كيلومتر. هدي وقف لي شوي تصوير. شو؟ لا هي غلط. هدول المعلومات تبع جوجل بلاها. تعال احكي لك الحكايه. احكي لي شو معلومات عن الاسد. الاسد بالغابه بيكون فلا بين 3 ل 5 كيلو. حلو. اما هون ما في هذا الكلام. طيب انا عندي سؤال. شو قاري كمان؟ هلا انا سمعت انه الاسد بياكل اي شيء. هلا انا طعميته جبنه. كل الاسودة بتاكل جبنه عادي؟ لا ولا؟ حسب شو بتعوده مع صغره. يعني بده يكون مروض. بده يكون مربب. نسيان موضوع انه هو بغابه، نسيان موضوع الافتراس كلياته، حببه بالبشر مشان ياكل من ايدك شو ما طيب بتاكل. انا عندي ياكل. سؤال. اذا اذا هذا الاسد هلا هو مروض تمام. اذا هذا الاسد مثلا خلينا نقول مسكته سفرته واخذته عن جد على الغابه. ايه ما بيعرف يعيش. ما بيعرف يعيش. ما بيعرف يعيش. مو ربيان هيك. يعني بتحس الاسودة الثانيه هدينك اللي ممكن يواجههم خطرين عليه. هداك من وقت ما يخلص رضاعه ببلش امه بتعوده، ببلش يفوت بمرحله الصيد، ببلش بياكل ني، ببلش بحس بالجوع مشان يصيد، مشان تقوى فريسته. اما هذا اسد بعد ما خلص رضاعه. طيب اذا طعميته لحم ني بدمه ما بيأثر عادي؟ ما بعرف انا معلومه انه اذا طعميت انا بعرف معلومه عن القطه عن هي الشيء. انه القطه اذا طعميتها لحمه بدمها بتستشرس، فهي قطه فما بالك. لا ما في هذا الحكي ابدا. والله ابدا ما في هذا الحكي. طيب شو في معلومات؟ لانه هو ما عم يصطادوا، ما عم ياكلوا حي، انت عم تقدم له بيعرف انه انت مصدر اكله. طيب شو في معلومات كمان عن شو سمعان غلط انت؟ هلا انا بدي هلا لحد هلا هدول، فبدي اياك انت تفيدني بمعلومات حقيقيه كونك انت عندك اسد وعم تربي اسد من هو قلت لي عمره 3 شهور صغير. تمام. الاسد بشكل عام حيوان كثير حلو، حيوان ما عنده موضوع الغدر، يعني هو بيعيش بقطيع، يعني عنده اخوه، عنده قائد، بيعيش بقطيع، ما بيعيش منفرد مثل النمر. اوكي. فما يفكر يأذيك او يغدر فيك، بيعتبرك واحد من عيلته. هيك حياكلني ثاني. لا بس بالاسد بده قلب قوي. ايه صح. لا انا لانه هو كل ما كبر فتره بالعمر بيحاول هو يسيطر عليك، فانت يا انت بتكون الراس يا هو بده يشوف مين بده يقود القطيع. فهمت عليك. صح. هي معلومه والله جديده، اول مره بعرفها. طيب ما هي تبعت جوجل، المعلومات غلط بلا لك اياها نصيحه. صح. طيب سؤال،
عيلته وينه؟ بقي بحياتك. ماتوا؟ اوكي لا معلومات حلوه على فكره. الاسد طلع عادي ياكل لحمه نيه بدمه ما بتاثر. عادي عادي، بالعكس بروتينها عالي، وبيحفظ صوتك وبيستناك وبيحفظ صوت سيارتك وبيمشي معك فلات وما بيأذي حدا وبصير مثل حتى الكلاب كثير حلو. يعني بس أليف إنه مثله مثل أي يعني حيوان. اغلبيه خطورته لانه هو حجم وزن عزم، يعني مزحه تقيل صح بس. صح. اما ما تبقى هو بقصد انه يفترس صاحبه، ما في هذا الحكي. شكرا على هالمعلومات وشكرا الله على الرحله الجميله هي. يعني انا كنت كثير حابب اصور بس مع لسه الاسد، في بس شغلات بتعرف- أوسع- بس أوسع. بتعرف شغله، الحكي مو مثل الشوف. لا يعني انا كنت مع الفريق فتت لعندهم بدي اصور مع اسد وكل اللي مجنون انت. انا معي حسب عادي. حسب فوتك اول شيء قلت خسرته للاسف. ايه ما قدرت له اخي يعني لا لا خفت على حالي خفت على روحي. اكيد متابعيني اذا اتاكلت رح يشتاقوا لي يعني، صح ولا لا؟ اعملوا ما بدنا لايك نقطعهم. وسبسكرايب، لا تنسوا.